السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معانا وصفة جديدة من وصفات مطبخنا. النهاردة هنعمل أكلة شتوية جدا مغذية ومفيدة لكل الأطفال ولكل الأسرة عموما. هنعمل أرنبيط. الأرنبيط أنا هعمله بطريقتين، يا إما هعمله صينية أو هقدمه وردات كده صغننة بيحبوها الولاد كتير قوي. أدي الأرنبيط بتاعنا، بقطعه آه وردات صغيرة عشان تبقى مناسبة ان انت تتحكمي فيها بسهولة في القلي بالذات. بجيب بيض. البيض بيكون مناسب كميته للأرنبيط، يعني انت حسب ما تحطي أرنبيطة صغيرة انا بستعمل لها حوالي من 6 ل7 بيضات. بحط كمان دقيق حوالي معلقتين او 3 دقيق. بجيب بقدونس، ودي بتكون حسب الرغبة بس انا بفضلها لان البقدونس بيساعد على الهضم وما بيخليش فيه غازات في المعدة مع اكل الأرنبيط. بستعمل كمان طماطميتين صغيرين بحطهم على الوصفة بتاعتي. باخد القرنبيط وبسلقه، بغسلها كويس قوي طبعا، بحطها في المية مرة واتنين وتلاتة، بغسلها كويس. بعد كده بسلقها في المية حوالي بتاخد من 20 ل30 دقيقة تقريبا عشان تستوي. ايوه بصي انا حطاها في المية ومقطعاها. ماشي، ممكن تحطيها لو انت عايزة تحطيها صحيحة حطيها. ده شكلها لما دخلت في السوا بعد 20 دقيقة تقريبا، ودي لما استوت. بكون في الوقت ده خدت البيض بتاعي وحطيته ومعاه توم وكمون، حبة فلفل اسود وحبة شطة، تمام، ومعلقتين الدقيق والطماطم كلهم مع بعض في الخلاط، وبضربهم في الخلاط لمدة دقيقتين أو 3. طبعا الخلاط بيكون سهل بيدمجهم على طول. بعد كده بكون جهزت البقدونس بتاعي، غسلته كويس قوي، بقطعه بحطه في حاجة واسعة وبحط عليه الخلطة بتاعتي اللي أنا عملتها، الدقيق والطماطم والبيض والثوم والكمون وفلفل اسود والشطة، كل دول مع بعض بحطهم على البقدونس. وببتدي ان انا اقلبهم كويس قوي. معلش اسفة عشان عندي برد. ماشي، باخد بعد كده القرنبيط بتاعي الزهرات وبحطها في الخلطة اللي انا عملتها ديت او الصوص دوت، وبخليه يتشبع بيها كويس يمين وشمال كده. بكون قدحت الزيت بتاعي في طاسة مناسبة، وببتدي ان انا احط الوردات بتاعتي بتاعت القرنبيط وبسيبها لغاية ما يبقى لونها ذهبي. ده في حالة لو انا عايزة اعملها وردات كده وتقدميها تتاكل مع طماطم متقطعة بالقوطة او مع بتنجان مخلل. لو حابة تعمليها صينية في الفرن بجهز بشاميل خفيف جدا عادي، بحط الصينية باخد بقى العراميط بتاعي دوت وبعجنه مع الصوص اللي انا عملته، وببتدي ان انا افرده في الصينية واحط عليه على وشه صوص البشاميل الخفيف قوي وبدخلها الفرن. بيطلع الطبق بتاعي زي ما احنا شايفين. لو انا عايزة اعملها وردات او لو عايزة اعملها صينية هنشوفها كمان لما ادخلها الفرن هيبقى شكلها ايه. اتمنى يا رب تكون الوصفة عجبتكم وانها سهلة، اكلة خفيفة ومغذية حلوة جدا، مليانة فيتامينات وبروتينات وكل حاجة. يا رب تكون عجبتكم وبألف هنا وشفا. اشوفكم على خير، يا رب دايما لقانا يكون بالخير.